القصة اللي هتسمعوها مني دي حصلت فعلا، واكتشفتها بالصدفة. أنا اسمي هويدا، عايشة في أحد الدول العربية، وجوزي رجل أعمال مقتدر جدا. أنا متجوزة من تقريبا 12 سنة، وعايشة مع جوزي في بلده، والصراحة والحق يتقال، جوزي راجل في قمة الاحترام والأدب، وساعدني كتير جدا وساعد أسرتي، وكمان كان كريم معايا في أخلاقه ومشاعره وكل حاجة، وهو راجل أنا بحترمه بطريقة ما تتخيلوهاش. أنا والدتي مطلقة وما كانش عندها غيري، وعلى فكرة أنا سني وقت ما اتجوزت كان 22 سنة، وحاليا أنا سني 34 سنة. ماما خلفتني وهي 16 سنة بس. أيوة، ماما اتجوزت صغيرة جدا. ماما حاليا عندها 50 سنة. طبعا حضراتكم مستغربين أنا بشرح لكم ليه أعمارنا، لأن ده وهتشوفوا قدام مهم جدا في القصة. ماما كانت جميلة ومليانة أنوثة، ست بتعرف تهتم بنفسها وصحتها، وكانت ذكية جدا. اتجوزت بعد أبويا مرتين، وقدرت إنها تكمل دراسة على فكرة، وخلصت كلية الإعلام بتقدير عالي جدا، وقدرت إنها تشتغل في المجال الإعلامي. وعلى فكرة هي ظهرت في برامج تبع قنوات عربية، وكانت مميزة الحمد لله. وعلشان شغلها فهي كانت دايما بتهتم بصحتها، وبتهتم تروح الجيم، وبتهتم بمظهرها جدا. طبعا حضراتكم مستنيين تعرفوا إيه حكاية الممرضة. هقول لكم. ماما كانت متعودة كل 3 شهور تعمل فحص دوري على كل حاجة في جسمها. آخر فحص قال إنه في خلل واضح جدا في وظائف الكبد. طبعا كلنا توترنا، لكن الدكتور طمنا وقال إن الموضوع لسه في البداية وهيتعالج بسهولة. طبعا كان مستحيل أسيب ماما لوحدها. في البداية هي رفضت تماما، ورفضت تسيب الشغل وترتاح شوية، وكانت ملتزمة بعقود، فكان الموضوع صعب جدا. المهم مر على القصة دي 6 شهور، وإحنا مش مدين اهتمام قوي للي هي فيه. وفجأة ماما ابتدى يغمى عليها كتير قوي، ومحدش فاهم أي حاجة خالص. الموضوع بقى متكرر. عرفنا إنه في مشكلة في إنزيمات الكبد، وفي كم مشكلة صحية تاني محتاجين راحة والبعد تماماً عن ضغط الشغل، والراحة الشهر كامل في رعاية صحية كاملة. هنا أنا كان لازم أتدخل، وقررت إني أخد أمي تعيش عندي وتروح مستشفى هنا في بلد جوزي، وهو رحب جدا بالموضوع، وكمان هو اللي طلب يتكفل بنقلها وكمان علاجها، وحجز ليها جناح خاص في مستشفى هنا كبير، وكمان طاقم تمريض وطبي مخصص ليها 24 ساعة. وكان من الطقم بتاع التمريض بنت اسمها هدى، وماما كانت بتاخد في وسط المحاليل منوم قوي جدا، وطبعا بعد المنوم بتبقى مش حاسة بحاجة خالص. وماما كانت في فترة الإقامة في المستشفى لابسة لبس المستشفى الخفيف، وأعتقد حضراتكم فاهميني، لأنه في أجهزة متوصلة طول الوقت بجسمها، فما كانش فيه أي إتاحة تلبس لبس غير كده. وإحنا كنا واثقين إن المستشفى على مستوى وناس محترمة، ومستحيل يعني حد يستغل الموقف، وخاصة إننا في دولة محافظة شوية ملتزمين جدا. ومرت مدة إقامة ماما عندي، ولكن طول الوقت هي كانت حاسة بشيء غريب. لكن بطبيعتها أو بطبيعتنا كستات كلنا بنخجل من الكلام في الأمور دي. هي كانت حاسة، لكن في نفس الوقت بتقول جسمي مش مظبوط وممكن يكون بيتهيألي. الحمد لله أمي خلصت فترة علاجها، ولكن بعد سنة تقريباً حصل حاجة كانت بالنسبة لينا كارثة حرفياً. ظهر حد من أكاونت غريب على النت بيهدد ماما، وبيبعت ليها صور وهي من غير هدوم خالص. في الأول ماما قالت إنه ده صور بالذكاء الصناعي، لكن لما دققت اكتشفت إنها صورها فعلاً. وهنا كانت الصدمة، لأنه مستحيل أمي تتصور بالشكل ده نهائي، وطبعاً لأن ليها مكانة
وإحنا من أسرة مش صغيرة، ما ينفعش أبداً إن حاجة زي دي تنتشر. تخليني بالأكاونت الغريب يطلب مبالغ مالية في الأول. ماما دفعت، لكن الصور ما وقفتش، وطلب الأكاونت الغريب الاستمرار في الدفع لحد ما ماما يئست من إنها هتسكته واتجاهلته. وهنا قرر يبعت ليها فيديو، وكان فيديو علاقة هي على السرير مع بنت تانية. وده كارثة فوق كارثة، إنه محتوى إباحي هينتشر ليها. ده محتوى إباحي مثلي، وده كان هينهي تماماً مسيرتها تماماً. مجتمعاتنا مستحيل تقبل بالوضع ده، ولا بالحكاية دي بالذات، وفي حساسية في الموضوع ده. وهنا ماما انهارت وقررت تقولي، وجوزي شاف الفيديو وقرر يجيب خبير في كشف تزوير الفيديوهات، وللأسف الخبير أكد إن الفيديو حقيقي. وهنا كانت الكارثة، إحنا اتفضحنا رسمي. مستقبل أمي بيتدمر، وهي تقسم إن اللي في الفيديو ده هي ما تعرفش عنه أي شيء. ما كانش فيه حلول قدامنا، والوقت كان ضيق جدا، لحد ما جه في مخ جوزي سؤال: لو هي ما عملتش ده فعلا، يبقى هي متخدرة، وده ممكن يكون حصل فين؟ وبدأنا نفكر ماما ممكن تكون خدت منوم فين. في الأول فكرنا في بيتها، لكن كان مستبعد لأن جسم البنت اللي شغالة عندها في البيت مختلف عن اللي ظهر في الفيديو. وهنا رجعنا لفترة المستشفى، وجبنا صور كل الطقم اللي داخل أوضتها، واكتشفنا هدى، الممرضة هدى، اللي استغلت الفرصة في غياب أمي عن الوعي ومارست معاها الشذوذ. وكمان صورت المشاهد دي لأن هي عرفت مين أمي، وعرفت كويس إن المشاهد دي لو اتسربت هيدفع لها كام من ناس عايزة أي فضايح وإيذاء الناس تانية. قدرنا نوصل لها، وبعد تهديد ووعيد من جوزي وبعض الوسايط اللي دخلهم في القضية، البنت سلمت لنا الفيديوهات وقدمناها للمحاكمة بإنها أخلت بمهنة التمريض وقامت بأمور لا تصح مع المريضة وهي غايبة عن الوعي. وهي دي الكارثة اللي عشناها، واللي ما تتخيلوش قد إيه كم الرعب والألم اللي عاشته أمه بسبب استهتار البنت دي. انتوا مش متخيلين أمي اتوجعت قد إيه لما عرفت اللي حصل فيها، ولما شافت بعينيها اللي حصل. فعلا الموضوع مؤلم جدا. ربنا يحفظكم جميعا. ما تنسوش تكتبولي في التعليقات إيه رأيكم في اللي حصل، وما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة.